معاناة لا حدود لها هي ما يلاقيه السوريون الذين اختاروا أو أجبرتهم الظروف على ترك ديارهم والتبعثر في أرض غريبة عنهم وهم غريبون عنها. تفرد بعض محطات الأخبار مهمات خاصة لتغطية معاناتهم، فيتخللها ندم لم يعد يفيد من اختيار بعضهم بملء إرادته مغادرة الأرض السورية كملاذ من هول حرب لم يألفوها. جابونا لهون، حبسوني أنا وابني، ما بيخلوني أشوف ابني باليوم، بحطوهن هو تحت وأنا بيخلوني فوق، ما بيخلوني نام معي، ما بيعاملونا معاملة كتير سيئة، ما بيخلوني، أنا ما بدي ضل معهم، أنا بدي أجي مع جوزي، هن ما بيخلوني أجي مع جوزي. عم نستنى رحمة الله. والله بسوريا أنا كنت تاجر، في عندي أملاك وفي عندي كل شيء، يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء كان موفر. صار أكثر من 2.5 الطفل السوري بالشارع، كيف بده يتربى؟ علمونا الطفل هذا شلون بده يتربى؟ هذا الطفل صار له 2.5 في الشارع، لا في تربية ولا في مدرسة ولا في ماكل ولا مبيت آمن ولا كل شيء. هو خليط لقاءات مع سوريين في أكثر من بلد من البلدان التي تجتمع معها الشخصيات المعارضة في الخارج ضمن ما تسميه ائتلافا على أنها دول أصدقاء الشعب السوري، وهي دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وهنا يحكي برنامج المحطة السعودية قصة تعامل الدولة الفرنسية مع لاجئين سوريين لم يجدوا غير حديقة عامة ليناموا فيها. وافق عمدة سانتوا اليميني على تمويل مبيت العائلات لليلة واحدة في فندق قريب. بعد أيام كانت المفاجأة، أقفلت الشرطة الحديقة العامة لأسباب لم تعلن عنها، ودفع بالعائلات نحو قارعة الطريق. خنتونا لو وصلنا عند الأوروبيين، عم ننام في السيارات. الدول التي تعرف بأصدقاء الشعب السوري هي ذاتها التي تعرض ذات المحطة السعودية تصريحات لرئيس الائتلاف المسمى معارضة، وهو يشكر دورها الفاعل في مساعدة سوريا والشعب السوري. نقول الشكر لجميع الأصدقاء، الشكر لجميع الوزراء، الشكر للكور جروب مجتمعين، شكرا لكل الدول التي مدت لنا يد العون، والشكر موصول للدولة المضيفة التي قدمت لسوريا وشعبها الكثير. ذات المحطة أيضا وغيرها من محطات الأخبار العربية لا تجد حيزا لمقارنة السوريين الذين اختاروا أو دفعتهم الظروف لمغادرة البلاد وبين الذين لا زالت سماء سوريا تظلهم من حر ذل لا يرحم غيرهم في الخارج. نحن كنا تعرضنا لظروف انه تحاصرنا، ونحن هلا الحمد لله بفضل الحكومه انه هي طالعتنا من هنيك وجابتنا لهون على جرمان، نحن حتى نقدم انه داسه، لانه نحن هدفنا الاول والاخير انه نبني بلدنا بالعلم. خرجنا من سقبة ليقدموا امتحانات في جرمانة، ووجدنا الاستقبال الحافل منهم والراحه النفسيه التي قدموا لنا، ونحن نشكرهم على هذا اللقاء. هو إذن رصد لمعاناة السوريين خارج ديارهم لرمي حمل المسؤولية في النهاية على الدولة لا غيرها، ثم تجاهل مقارنتهم مع من بقي في سوريا، لأن لا مصلحة لذات المحطات بحث السوريين للعودة إلى ديارهم، فورقة اللاجئين والنازحين السوريين في الخارج لم ينتهي اللعب بها بعد من قبل ذات الدول التي ما زالت تسمى على تلك المحطات بأصدقاء الشعب السوري.